أهلا بيكم، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في قناة يوميات عادل المعشر. النهاردة في جولة في المناطق الشعبية برضه في شوارعنا الشعبية، بس النهاردة مميزة شوية لأن يعني فيها إيه، نوع من التعب والإرهاق. النهاردة كان في نطرة لمدة 10 دقايق، فنشوف المناطق الشعبية وشوارعنا الشعبية شكلها إيه بعد النطرة دي. هنمشي في شوارع في منطقة شعبية اسمها بشتيل. ده يعتبر شارع كبير، عرضه كبير، لكن الأرض بتاعته غير ممهدة وفيها أرض طينية لأنها مناطق يعتبر زراعية قديمة ومبنية طبعا. المناطق زي ما احنا شفنا كده ما فيهاش مناطق زي ما شفنا كده ما فيهاش سفلتة ولا أي حاجة، غير أصلا ما فيهاش صرف صحي. فهنلاقي إن الأرض متشبعة بالمية، غير إن الصرف الصحي كله عبارة عن بيارات لغاية دلوقتي بتنزاح بالعربيات الكاسحة اللي هتشوفوها واحنا ماشيين دلوقتي، وهنتأكد من منظرها بشكل العربيات دي. فخليكم معانا، هنفرجكم على الشوارع الشعبية اللي صعب جدا أي عربيات تخش فيها. فأنا مشيت على رجليا أهي، دي بداية صرف الصحة أهو يا جماعة. أرض مشبعة بردك، طرنشات، بدأت طرنشات دي اللي يعتبر بيارات بتاعت نسح مجاري. ماشيين اهم، كافيين نتزحلق بردك من النطرة من ناحية، والطرق زي ما انتم شايفين. حتة شعبية صعبة جدا اهو، محلات فاتحة خارجة في نص الشارع. هنلاقي هنا بردك عملية صعبة في المشي على الرجلين. إذا كان في ورش خارجة بره، أدي عربيات يا جماعة كاسحة أهي، دي شايفينها دي جبتها لكم أهي. دي بتنزح البيارات عشان البيارة مليانة من العماير طبعا من الصرف، عشان ما فيش صرف أهي. حتى ماشية بالعافية في الأرض اللي هي طافح فيها المجاري والصرف، هتروح تنزح كل شوية بيارات جديدة. أيوة، بتاخد المية دي بترميها في حتت بقى تانية بقى بعيدة شوية زي ما تيجي. هنا ده مخبز أهو واخد نص الشارع، ومحلات ميكانيكا واخدة نص الشارع. يعني مفيش نوع من أهو مكابز، سوبر ماركت، بتاع هنشوف سوبر ماركت، وهنشوف بتاع لب وسوداني برضك فاتح بره. التكاتك اهو مش عارفين نعدي حتى من الجنب عشان في نص الشارع بالظبط الأرض بتزحلق. أو الجناب يعني يعتبر نضيفة نوعا ما، تعرف تمشي، بس بنحاول عشان ما نتزحلقش. اه، هنلاقي هنا اهو في طينة تاني، أرض غير ممهدة لا تصلح للآدميين إن هم يعيشوا، لكن عشان مناطق فقيرة محدش مهتم بيها. بنتمنى طبعا المنطقة دي منطقة بشتيل قريب إن شاء الله هيتفتح فيها محطة مترو قومية هتعمر، ومحطة سكك حديد بشتيل بتاعت يعتبر منطقة الصعيد، منطقة مهمة جدا وهتبقى فيها حيوية. فأتمنى إن الدولة تهتم بهذه الشوارع وبالطرق دي، بالسفلتة، بدخول المجاري، بالصرف الصحي، بيهتم بالمية. البنية الأساسية بتاعتها تعبانة، كله عشوائي، بس هي عماير كلها 10 و12 دور على الأقل زي ما احنا شايفين. ماشي. طبعا التكاتك كتيرة. اه، سوبر ماركت أو خارج نص الشارع بره. ماشي اهو زي ما احنا شايفين. الواحد بيبقى ماشي بالعافية، كيف الزحلق فردك في الأرض الطينية زي ما انتم شايفين اهو. ما تعرفش نعرفش اهو زي ما انتم شايفين اهو سوبر ماركت. حتى يعني زي ما انتم شايفين حركة البيع والشراء ضعيفة جدا بالنسبة للغلاء الأسعار اليومين دول، فالناس حتى قليلة في الشارع. هنا جنبينا كنيسة الإخوة المسيحيين، ده العيد بتاعهم كل سنة وهم طيبين. حاطين طبعا حواجز عشان برضك الناحية الأمنية. حتى هنا زي ما انتم شايفين النفق بتاع أول سهم هناك، هنلاقي السوق فيه حركة شوية وحيوية شوية. بس بيبقى صعب جدا في الأرضية. الأرضية كلها مكسرة، وفي نفس الوقت غير ممهدة للمشي أهو، مجاري تاني ومية زي ما احنا شايفين أهو، لغاية ما نوصل على النفق بتاع أول سهم. هنشوف دلوقتي بردك الحتة العشوائية اللي تحت الكوبري جامد جدا،
تحت النفق يعني بتاع الدائري من فوق. الدائري ده من فوق اهو يا جماعة، دائري أول سهم اهو. شايف الأرضيات عاملة ازاي يا جماعة؟ بتزحلق. أنا خايف أزحلق وأنا ماشي والله اهو. لكن هوريكم الوضع على طبيعته اهو. زي ما انت شايف أنا مش قادر أمشي، ماشي بالعافية. كيف الزحلق؟ حتى الناس كلها خايفة. لو الواحد زحلق وقع عملية تبقى صعبة يعني. أي الناس ماشية بالعافية، موتوسيكلات، تكاتك، كله بالعافية. عربيات داخلة بالعرض، ده داخل بالطول زي ما تيجي. بتاع الفاكهة خارج لنص الشارع، مفيش مشكلة عندهم. اه نص الشارع يا جماعة، نص الدائري متعرفش في رصيف تمشي عليه حتى. دي طلعت الدائري من فوق، اللي بيركبوا الميكروباص من فوق أو بيركبوا العربيات من فوق فاتحة، مفيش سلالم تخنق، مليانة زبالة كتير. صعب جدا الواحد إن هو آه، يعدي المنطقة. أهو واحد بتاع خردة على الشمال أهو، فاتح في نص الطريق أهو، واخد نص الشارع. ها، واحد فكهاني هنا واخد نص الشارع، والفكهاني تاني واخد نص الشارع أهو. ما تعرفش تعدي ولا تمشي إلا حاجة تخبط فيك وأنت ماشي، أو تتزحلق في الأرضية أهو. ده واخد عربية بسبوسة عاملها بره وكنافة، ماشي. في واحد بتاع فول حراتي. يعني ناس جلابة بس يعني كل واحد يحترم مكان الناس اللي ماشية. يبقى في مكان الواحد يقدر يمشي فيه ويتحرك، ما يبقاش المكان ضيق قوي كده يعني. ناس في حركة كثافة برك مرورية عالية من تحت نفق أول سهم أهو. الأرضية كلها أهي، النطرة طبعا ما نزل تحت النفق عشان النفق واطي، فبيبقى جرقانة. ده كل ده يا جماعة 5 دقايق نطرة، بس 5 دقايق نطرة عملت الأرض أهي. طينة وجعاليص متعرفش الواحد يمشي ويزحلق فيها. كل واحد حاطط حاجات قدامه خارج قد كده، مسافة نص الشارع أهو. فربنا يسهل يبقى فيها اهتمام شوية من الناحية دي أهو. كده خلاص تحت النفق وطلعنا بره، وربنا يسهل، ربنا يصلح الأحوال عموما أهو. عربيات كارو، كل حاجة يعني يعتبر موجودة أهو. بس الحركة ضعيفة. ربنا يصلح حالنا جميعا يعني. ماشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.